للدرجة دي الكوسة بقت كريسبي؟ صلي على النبي اختي وتعالي نعمل اجمد صينية بطاطس لابو العيال. كان بيطلع لايفات من مكان اكل عيشه وجابها من تحت الصفر، واشتغل كل حاجة لحد ما بقى من اشهر الشيفات في مصر والوطن العربي، وبيسرب اسرار المطاعم والمحلات في وصفاته وخلطاته، وكل ستات البيوت بيستنوا وصفاته. حكاية الشيف كريم فؤاد، يا ترى ايه اغرب الاكلات اللي عملها، وازاي عمل الممبار بحشو الفريك، وعمل البسطرمة الكدابة بطريقة انضف من المحلات. كواليس كتيرة من قلب المطبخ الشرقي والافرنجي هنعرفها في الفيديو ده. كلمته الشهيرة صلى على النبي يا اختي، وبعدها بقت يا اخواتي، وهنا الستات غارت وبقى المحتوى بتاعه للستات والرجالة، وده من كتر ما طريقته سهلة وبسيطة وتخلي الكل يتعلم منه. كلامنا هنا عن الشيف كريم فؤاد اللي قالب السوشيال ميديا بأغرب وأشهى الأكلات بتاعته، وبدأ المحتوى بتاعه من 2015، يعني أكتر من 9 سنين. أول ما ظهر كان من مكان أكل عيشه في محل بيبيع لحمة، وده غير شغله في الفنادق والمطاعم، وحلم حياته يقدم برنامج بتاعه. وفعلا بعد تعب وشقى سنين وسنين قدر يبقى ليه برنامج واسمه ليمون وكمون على قناة الشمس، وأكل الجو من الشيفات بسبب وصفاته القريبة من المصريين والعرب، وبخطوات مش صعبة لدرجة سهل عليهم عمايل البسطرمة اللي بنشتريها جاهزة هو عملها في البيت بأقل التكاليف. قلب مطبخه استوديو في أول ما بدأ، وكان بيلبس لبس الشيفات وبيعيش المتابعين الأجواء بتاعة الشيفات وإنه المطبخ مطبخهم، وربنا كرمه بدعاء والدته، واللي أول واحدة حب يحتفل معاها في البرنامج بتاعه، وخصص يوم الفالنتين ليها هي وبس، وعمل ليها مفاجأة وقال لها هابي فالنتين على الهوا في برنامجه، وكانت طايرة من الفرحة. شاطر في كل الأكلات والحلويات، وحتى الترندات بيعملها بطريقته، ولازم يحط التاتش بتاعه اللي يخلي الأكلة مختلفة. يعني حتى أكلة البط التقليدية اللي بتتعمل في كل البيوت بحشو رز أو فريك، هو عمل حشو مختلف عبارة عن طماطم مبشورة مع بصل مع بهارات وسلايز الحوايج بتاعتها، وكل ده في قلب البطة بدل الرز والفريك، وحط جواها الكبد والقوانص. وعمل أغرب مكرونة ممكن تاكلها وسماها مكرونة أربياتا، وقال السر في إن دي نحط على الصلصة خل وسكر، مش مجرد صلصة بصل وتوم وخلاص. وسرب لستات البيوت الخلطة السرية لمخلل اللفت، واللي عمله بطريقة حرفيا ما أخدتش نص ساعة، حرفيا اتعمل سلايس صغيرة. والسر هنا بقى هتجيبي خلاط، أيوة زي ما سمعت كده، وتحطي مية وسكر ونقطة خل ومعلقتين ملح وبنجر، ونغطي برطمان اللفت كله، وبكده يكون اللون مغطي المخلل كله. وعن أغرب مكرونة بشاميل بالفراخ، مش هتصدق إنه عملها بأجنحة فراخ، يعني بطريقة اقتصادية هتفرحي عيالك بأقل الإمكانيات. وعشان هو خبير في الأكلات الحرشة، عمل طاسة حلويات في 10 دقايق، بس مش حلويات البسبوسة، لا، حلويات العجل، ممبار وكبدة ومخ ومخاصي وحاجة آخر دلع، واللي بتتباع بأرقام في المحلات عملها بأقل سعر. وقال لست البيت لو ما عندكيش خضرة ومش عايزة تعمل التسبيكة اللي بتاخد وقت، وفي نفس الوقت نفسك في ممبار، ممكن تغيري وتعملي ممبار محشي فريك. وأما بقى الأكلة العجيبة اللي ممكن تعرفي تضحكي بيها على عيالك وياكلوها لأنهم مش بيحبوها وفي نفس الوقت ياكلوها خضار، هي الكوسة الكريسبي. ولو حضرتك مستعجلة ومش عايزة تطبخي الوصفة دي، هتعمليها وانت واقفة وفي أقل من نص ساعة، وهي مكرونة محمرة باللحمة المفرومة. وعمل الحمام الكداب من الوراك، والحشو كان في منتهى البساطة، بصل وطماطم وبهارات، وقدميه لجوزك على إنها حمام محشي، مش هيصدق طبعا. وانت ممكن تحط التاتش بتاعك وتعمليها بالفريك أو الرز. وعلشان الصحة تهمنا، عمل طاجن مواسير بالخضار، يعني هتاكل كولاجين طبيعي ومفيد وصحي، واللي عبارة عن سلايز مواسير مع البطاطس والخضار، وبالهنا والشفا. ولو أولادك بيحبوا البسطرمة وبعد ما غليت ما بقيتيش تقدري تجيبيها، ممكن تعمليها في البيت بمعلقة لحمة مفرومة حرفيا، يعني هتوفري وهتاكلي بسطرمة نظيفة بيتي، وسماها البسطرمة الكدابة. يا ترى بقى جربت وصفات الشيف كريم فؤاد الغريبة ولا لسه؟ شاركونا في التعليقات.